أهلا بكم من جديد. رجعنا لحضراتكم في هذه التغطية المباشرة لفعاليات اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب ضمن المرحلة الثانية. وفي هذه الفقرة بنحاول نرجع الأمور لأصولها، بنحاول نبين الأوجه الدستورية والقانونية والإجرائية لمسمى أو عملية انتخاب نائب يمثل الشعب المصري. سريعا هرحب بضيفي الكريم على الهواء مباشرة الدكتور عز أبو ليلى، أستاذ القانون المدني بجامعة مدينة السادات. أهلا بحضرتك دكتور عز. أهلا بحضرتك يا فندم، متشرف بسعادتك كده إن شاء الله. أنا محتاج يكون لقاء مع حضرتك وفي هذه الفترة جرعة قانونية تأصيلية لمجلس النواب، وكان قبل كده اسمه مجلس الشعب، وده كان طبعا راجع للفترة الاشتراكية، كان مجلس الشعب الروسي أو السوفيتي ومجلس الشعب الصيني والكلام ده، ولكن احنا دلوقتي اسمه مجلس النواب، وده مسمى فيه تعبير وأصالة شوية لأنه النائب هو ينوب عن الشعب. فأنا عايز حضرتك تكلمني عن الأصول الدستورية ثم الأصول القانونية لمجلس النواب وما يتم اليوم من إجراءات قانونية لانتخاب ومنافسة سياسية. في البداية طبعا أنا بتقدم بخالص الشكر طبعا لسيادتك والفريق إعداد البرنامج وجميع العاملين بالقناة. الله يخليك. وأنا سعدت جدا بلقاء حضرتك بجد يعني، وإن شاء الله كده يكون لقاء مثمر. نحاول بقدر الإمكان إن احنا نغطي بعض الجوانب القانونية المتعلقة بعملية الانتخاب. نعم. طبعا زي ما حضرتك أشرت، طبعا كان مجلس النواب في السابق كان يسمى بمجلس الشعب. نعم. حاليا بالقانون اللي صدر في 2014 اللي صدر بعد التعديل وكان اسمه مجلس الأمة. كان اسمه مجلس الأمة. الرئيس أنور السادات الله يرحمه كان رئيسه. بالفعل مجلس طبعا. الأمة. حضرتك بقى حضرت هذا الزمن، لكن يعني احنا طبعا بنحاول نذاكر. حاليا دلوقتي حضرتك طبعا تم تغيير مسمى مجلس الشعب الى مجلس النواب بالدستور 2014. نعم. وبناء عليه صدر قانون مجلس النواب في 2014. جميل. لما نروح لقانون مجلس النواب في 2014 اللي هو صدر في ضوء الدستور، نجد ان هو نظم لي ايه مجلس النواب. أنا عايز ارجع خطوه للخلف واقول انه مجلس النواب ده ككيان كالسلطه التشريعيه له مكان ومساحه مميزه جدا داخل دستور مصر. اكيد 2014 اكيد. وبطبيعه الحال افرد المشرع الدستوري طبعا في الدستور باب كامل خاص بالسلطه التشريعيه. نعم. نظم فيه السلطه التشريعيه ممثله في مجلس النواب ومجلس الشيوخ بدءا من الماده 101 من الدستور المصري الحالي. فلما حضرتك النهارده بالنسبه للدستور المصري وعلى ضوء صدر قانون مجلس النواب حدد لي ايه هو اختصاصات مجلس النواب. فابتدى ان عند النهارده مجلس النواب يختص باصدار التشريعات، سلطه التشريع، ثم اقرار السياسه العامه للدوله، اقرار الخطه العامه للدوله، خطه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه، واقرار الموازنه العامه للدوله، والرقابه على اعمال السلطه التنفيذيه. جميل. ولما راجع بعد كده في الدستور حضرتك النهارده نظم لي كيفيه قيام مجلس النواب بهذه السلطات. فقال لي اولا ان من اختصاصات مجلس النواب، اعضاء مجلس النواب، اللي هو اقتراح القوانين. جميل. واقتراح مشروعات بقوانين. ثم افرد لي فيما يتعلق بتخصص بقيام دور مجلس النواب فيما يتعلق بالموازنه العامه. فقال لي ان النهارده من اختصاصات مجلس النواب الموافقه على الموازنه العامه للدوله او رفضها طبعا، او طلب تعديلات. فهو لذلك انا النهارده فكره عرض الموازنه العامه للدوله النهارده على مجلس النواب ليس مجرد اجراء شكلي اللي هو العرض، لكن النهارده لما راجع نص الدستور نفسه قال الموافقه على الموازنه العامه. وطالما ان المشرع الدستوري عبر بلفظ الموافقه، إذا أعطى لمجلس النواب الحق في الموافقة أو الرفض أو التوصية بالتعديل على ضوء النهاردة. ولكن هنا في فكرة التعديل النهاردة متعلق النهاردة بحدود وإمكانيات الدولة، حجم الإيرادات وحجم النفقات اللي النهاردة الدولة النهاردة هتتكبدها، وحجم الإيرادات اللازمة علشان أغطي بيها حجم النفقات. ثم بعد ذلك من ضمن اختصاصات المجلس النواب فيما يتعلق بالموازنه العامه اللي هو الموافقه على الحساب الختامي للموازنه العامه وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. نعم. ثم بعد ذلك معاليك النهارده في مرحله تاليه من نصوص الدستور نظلني اختصاصات مجلس النواب فيما يتعلق باعمال الرقابه على السلطه التنفيذيه.
واعطى كل عضو من اعضاء أدوات. مجلس النواب أدوات. ادوات. مم. فاعطى لكل تبدأ عضو من اعضاء بالاستجواب مجلس طبعا. تبدا بالسؤال، مم. يليه الاستجواب، ثم سحب الثقه من الحكومه او وفي اي من حاجات خفيفة الوزراء، بقى، طلب ثم الإحاطة. بعد ذلك معاليك النهارده طلب الاحاطه وطرح موضوع عام للمناقشه وتشكيل لجان تقصي الحقائق. تمام. نعم. فدي ادوات عطاها النهارده الدستور ونظمها قانون مجلس النواب لاعضاء مجلس النواب علشان يتمكن اعضاء مجلس النواب من احكام سلطته في الرقابه على اعمال السلطه التنفيذيه. نعم. وده هيدعونا حضرتك النهارده. ما أنا هسأل حضرتك اتفضل. يعني حضرتك دلوقتي تفضلت بإبراز أهمية مجلس النواب ككيان من كيانات الدولة وسلطة من سلطات الدولة المصرية، وبينت الأصول الدستورية والأصول القانونية. هذا يأخذني مع حضرتك إلى من أبناء مصر 110 مليون، أو اللي هم طبعا البالغين، هنقول نص العدد تقريبا، من يتوافر فيه الشروط اللي افترضها القانون لمن يرشح نفسه لمجلس النواب. شروط من يفكر في هذه الفكرة ايه؟ خلينا نكون واقعيين، هل ان احنا النهارده بنتكلم كشروط قانونيه اشترطها الدستور والقانون؟ نعم. ولا كشروط يجب واقعية؟ شروط واقعيه. اه خلينا نبتدئ بالشروط النهارده، علشان النهارده التي يجب ان تتوافر في من يرغب في الترشح، اللي هي القانونية الاول تقصيريه. لما راجع النهارده حضرتك الماده 102 الفقره الثانيه من الدستور المصري الحالي، قال لي النهارده يشترط في من يرشح لعضويه مجلس النواب ان يكون مصريا من ابوين مصريين. لا، هو قال ان يكون مصريا وفقط. ولم يشترط ان يكون الابوين مصريان، ان يكون مصريا. 2 ان يكون متبعا بحقوقه السياسيه والمدنيه. 3 ان يكون حاصلا على شهاده التعليم الاساسي على الاقل. الاساسي دي اللي هي مقصود بها الاعداديه حضرتك؟ اللي هي مرحله التعليم الاعدادي لحد الاعدادي. لغايه الاعدادي على الاقل. على الاقل. الامر الشرط الرابع معاليك النهارده ان يكون بالغا وقت فتح باب الترشح على الاقل سن 25 سنه ميلاديه. اهلا بكم من جديد. رجعنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل، واجدد التحيه والترحيب بضيفي الكريم على الهواء مباشره الدكتور عز ابو ليلى، أستاذ القانون المدني بجامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية. دكتور عز، أهلا بحضرتك مرة أخرى. أهلا بحضرتك فندم. وكنا نتحدث قبل الفاصل عن الشروط المطلوب توفرها قانونا في من يرشح نفسه نائبا عن الشعب المصري العظيم وعن الدولة المصرية. أكمل حضرتك، اتفضل. احنا وصلنا إلى مرحلة التعليم الأساسي اللي حضرتك قلت إعدادية. الشرط الرابع اللي اشترط الدستور المصري المعمول به في المادة 102 اللي هو الشرط الرابع أن يكون المرشح بالغا سن 25 سنة على الأقل يوم فتح باب الترشح. نعم. وأحال الدستور إلى القانون لإضافة الشروط الأخرى التي يراها المشرع المصري. جميل. بناء عليه معاليك النهارده في القانون رقم 46 سنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب أضاف إلي شروط أخرى إلى هذه الشروط. فاشترط أن يكون عضو. استأذنك يا دكتور عز، معانا جاهز الزميل وائل صبري، موفد قناة الدلتا الفضائية إلى محافظة كفر الشيخ. زميل وائل، برحب بيك. أين أنت؟ وصف لنا الوضع لديك. اهلا بيك زميلي العزيز شاكر عماره. طبعا انا بحييك من داخل محافظه كفر الشيخ، وبالتحديد من داخل الدائره الاولى، ومقرها طبعا مركز كفر الشيخ، وبتضم طبعا مركز كفر الشيخ واللين. وبنقول احنا هنا لو في كفر الشيخ بنتكلم عن الكتله التصويتيه لمحافظه كفر الشيخ، فبنتكلم في 2,420,182 ناخب وناخبه من لهم حق التصويت في العمليه الانتخابيه لمجلس النواب 2025. لو اتكلمنا على الدوائر الانتخابيه في كفر الشيخ، احنا عندنا الدائره الاولى اللي احنا فيها حاليا، وديت مقرها طبعا بتضم كفر الشيخ واللين، مركز اللين. وطبعا المقر الرئيسي مركز كفر الشيخ. لو اتكلم على الدائره الثانيه، وطبعا دي بتضم سيدي سالم والرياض، ودي مقرها برضو سيدي سالم، مركز سيدي سالم. وايضا الدائره الثالثه وهي
وهي بيلا والحمول وبرج البرولوس، ومقرها الرئيسي طبعا مركز الحمول وبيلا. الدائرة الرابعة والأخيرة وهي طبعا دائرة دسوق وفوة وبطوبس، ودي الدائرة الرابعة. طبعا بيتنافس في كفر الشيخ يعني 110 مرشح للفوز ب10 مقاعد بالنظام الفردي. اما النظام القائمه وهي القائمه الوطنيه الموحده، ايضا نصيب محافظه كفر الشيخ فيها 10 مقاعد، وممثلين ب10 مقاعد 10 مرشحين. الكتله التصويتيه زي ما قلت لحضرتك هم حوالي ما يقرب ال 2 مليون ونص. اللي عدد الناخبين زي ما قلت 110 بالنسبه للنظام الفردي. المقاعد الاجماليه لمحافظه كفر الشيخ هيبقى 10 بالنظام القائمه و10 بالنظام الفردي. سير العمليه الانتخابيه حتى الان التوافد والاقبال يعني الى حد ما كان في الطبيعي في بدايه اليوم كان كتير لحد ما، بعد ذلك بدا يعني احنا قربنا على منتصف الظهيره دلوقتي وقت الراحه، هيبدا التزايد بعد فترة الراحة، يعني بعد منتصف العصر، يعني بعد منتصف اليوم على صح هيبدأ في تزايد بعد خروج طبعا السادة الموظفين وأيضا السيدات من الأوقات العمل الرسمي. هنبدأ نفاجئ في تزايد وإقبال أكتر في الفترة المسائية والفترة الليلية. زميل شاكر طبعا احنا بنقول المرأة حريصة على المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية والمشاركة الحقيقية في ظل طبعا اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بالمرأة المصرية. ومع طبعا في هذا الصدد يعني هنقول لإحدى السيدات المشاركات وأيضا منظمات العملية الانتخابية مع الدكتورة سحر حسني مدير مدرسة مصطفى سمير بدوي للغات، وطبعا هنتكلم معها على المشاركة الإيجابية والفعالة للمرأة ودورها كجهة تنفيذية داخل المؤسسات التعليمية. أهلا بك يا دكتورة سحر. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتورة سحر احنا بنقول يعني مزيد والمزيد من العطاء للمرأة المصرية والجهد المبذول داخل اللجان هذا العام، وتحديدا لجان انتخابات مجلس النواب 2025. انت حضرتك زي ما انت شايف التواجد النسائي بكثره، وكلهم واعيات عارفين يعني ايه دورهم وعارفين يعني ايه مشاركتهم وصوتهم ازاي هم يحافظوا عليه او يكونوا هم الصوت امانه. لازم يشاركوا لان الام مش نصف المجتمع بس، ده هي المجتمع كله، سواء كانت ام سواء كانت اخت سواء كانت اي كل حاجه فيها هي الام. احنا حضرتك شايف العرس النهارده شكله ايه بتواجد الست المصريه الاصيله اللي هي بتحافظ مهما كانت مشاغلها ان هي تيجي تدلب صوتها، لان صوتها حقيقي امانه وهي هتحافظ عليه. دكتورة طبعا في ظل طبعا التوجهات الرئيسيه وبمعنى صح توجهات الدوله المصريه بنقول المشروعات القوميه الكبرى وما يبذل للتشريع في مجلس النواب. طب انا هقول لحضرتك حاجه، يمكن احنا بس النهارده مش بدايه الانتخابات، احنا شغالين بفتره بتوجيهات طبعا معالي محافظ كفر الشيخ اللي هو محب حقيقي لمحافظته، اللي بيحب التميز في كل حاجه، معالي اللواء الدكتور علاء عبد المعطي. وكمان يعني مش عايزه اقول لحضرتك احنا كل يوم مدير الامن موجود معانا بجميع قياداته التربيه والتعليم نحل علشان نشوف ده، لان احنا عندنا موروث لازم نحافظ عليه. المشروعات القوميه يمكن محافظه كفر الشيخ عندها حظت بمشروعات زي غليون، زي الرمال السوداء، الحياه كريمه، عندنا مشروعات هايله طرق شباب، كل ده لازم احنا نحافظ عليه. محافظه كفر الشيخ من المحافظات اللي هي ربنا حظها يعني باهتمام القياده السياسيه في بلد تقيله بناسها بمخلصينها بقياداتها، حقيقي لازم نبقى في حاجه نخاف عليها. طبعا دكتوره صاحب بتمنى الجهد والمزيد طبعا لكل سيدات مصر وعظيمات مصر كما لقبنا طبعا من قبل سياده الرئيس. اشكرك يا فندم. زميلي العزيز شاكر عودة ليك مرة أخرى، وبنقول احنا مستمرين معاك داخل محافظة كفر الشيخ من داخل اللي هنقول يعني أكتر من دايرة، واحنا بنتابع سير العملية الانتخابية، وحتى الآن لم نرصد أي خروقات للعملية الانتخابية. التزام كامل من كافة هنقول المرشحين وأيضا أنصارهم، وأيضا التزام كامل من طبعا الناخبين. لم ترصد غرفة العمليات كفر الشيخ حتى الآن أي خروقات للعملية الانتخابية. هنقول تم التجهيز بشكل جيد جدا لاستقبال الناخبين من تجهيز المظلات والتجهيزات اللوجستيه. متواجد ايضا سيارات الحمايه المدنيه في محيط اللجان الخارجيه وسيارات الاسعاف. برضو ذوي الاحتياجات الخاصه تم توفير لهم مقاعد خاصه، وايضا الكراسي المتحركه للدخول داخل اللجان. فزميلي العزيز شاكر دي كانت يعني هنقول لمحه سريعه ايضا عن سير العمليه الانتخابيه داخل محافظه كفر الشيخ، ومستمرين معك على مدار اليوم حتى الساعه 9 حتى نهايه الغلق.
أشكرك الزميل وائل صبري من إحدى الدوائر الانتخابية في محافظة كفر الشيخ. وأعود مرة أخرى لضيفي الكريم على الهواء مباشرة في استوديو التغطية لانتخابات مجلس النواب 2025 الدكتور عز أبو ليلى أستاذ القانون المدني بجامعة مدينة السادات. دكتور عز، برحب بحضرتك مرة أخرى، وعايز أنتقل مع حضرتك إلى نقاط وتساؤلات قانونية كتير نستفيد وجود حضرتك. طبعا كيان الهيئة الوطنية للانتخابات وهو حاجة مستحدثة في الدستور، ده حاجة مهمة جدا لأنه لها قانون ولها تشكيل ولها آليات ولها نقدر نقول بصمات في العملية الانتخابية ولها محاذير في العملية الانتخابية، حاجات كتيرة جدا عن الهيئة الوطنية للانتخابات. كلمنا عن الهيئة الوطنية للانتخابات. في البداية طبعا الهيئة الوطنية للانتخابات أنشئت بالقانون رقم 198 لسنة 2017. نعم. وتم إنشائها لتحل محل لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات. نعم. عايزين نقول أن هذه طبعا الهيئة الوطنية للانتخابات وطبعا في الدستور هي هيئة مستقلة. طبعا هيئة مستقلة. وده معناه ان هيئة مستقلة لا تتبع اي من السلطات، لا السلطة القضائية ولا التنفيذية ولا السلطة التشريعية بأي حال من الأحوال. نعم. وطالما هي هيئة مستقلة فإذا هي تتمتع بالشخصية المعنوية. وانا عايز اتكلم معاك بصراحة في النقطة دي، لانه هناك بعض الآراء المشككة، الآراء الهدامة، اعتبرت ان الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته مواطن انتخبه الشعب المصري ليكون رئيسا، عندما ورصدت الأجهزة وجود بعض الخروقات وبعض السلبيات في المرحلة الأولى، فالرئيس عرض. في بعض الناس حبت تتفلسف وحبت تعمل انها يعني فقهاء قانون دستوري، واعتبروا ان كلام السيد الرئيس كان تدخلا في عمل الهيئة الوطنية للانتخابات، بينما الواقع هو اتكلم بصفته مواطن مصري يرأس هذه الدولة المصرية. ملاحظات، الناس استجابوا واهتموا ورصدوا ووصلوا النتائج بالفعل في 19 دائرة انتخابية. تعقيب حضرتك القانوني ايه؟ مبدئيا الرئيس لما قال في كلمته هو على فكرة لم يوجه الرأي العام إلى جزئية معينة. نعم. بل هو أكد على أن الانتخابات هتتم بشيء من الشفاهة والنزاهة وأن يراعي الله سبحانه وتعالى. وأن يراعي الله سبحانه وتعالى. وفي الحالة طبعا زي ما حضرتك أشرت كده أن هو كمواطن مصري تمام اتكلم في جزئيه ان احنا لا عايزين نتمسك بالشفافيه والوضوح. مش دي انتخابات مصر ومش دي صوره انتخابات مصر. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه لو جينا نقول النهارده حضرتك، لو احنا بنقول ان الرئيس بل بالعكس من مصلحه الرئاسه ان يذكر ان الانتخابات تمت على الوجه الاكمل بنسبه 100%. نعم. تمام؟ نعم. لكن النهارده الرئيس قال اطفى صراحه، كلمه الرئيس احنا لن نتدخل في العمليه الانتخابيه. نعم. بدلاله ان الهيئه الوطنيه للانتخابات في اليوم التالي اثناء الاعلان اعلنت باعاده الانتخابات في 19 دايره انتخابيه، بينما في 7 محافظات. في دوائر تانية عدت. في دوائر تانية عدت. النهارده في 7 محافظات، بدءا من اسكندريه حضرتك دايره، البحيره 3 دوائر، الجيزه عندي دايره، الفيوم دايرتين، عندي سوهاج 7 دوائر انتخابيه، هنا 4 دوائر انتخابيه، اسيوط دائره انتخابيه. تمام؟ ده بناء على حضرتك النهارده فكره الغاء الانتخابات ايه؟ بناء على ما رصدته الهيئه الوطنيه للانتخابات وعلى الطعون التي تم تقديمها والتظلمات، ارتأت أن الانتخابات التي تم إجراءها في هذه الدوائر شابه باقي بعض البطلان، وبناء عليه تم إلغاء هذه الانتخابات. تمام؟ نعم. إذا كلمة الرئيس النهارده حضرتك النهارده لو احنا بنقيسها بمعيار النهارده، لا ده أنا هقول الانتخابات تمت بشيء من الوضوح والنزاهة بنسبة 100%. تمام؟ وليس النهارده حضرتك شيء جميل، لانه انا الوقت بيداهمنا وانا محكوم بالمؤتمر الصحفي اللي بيعقد الساعه 3، لانه الهيئه الوطنيه للانتخابات اللي بنتكلم عنها حددت مواقيت لمؤتمرات صحفيه بتعلن فيها للراي العام بشكل تدريجي وبشكل مرحلي ما يتم في خلال وقت وايام. طيب دلوقتي انا وجدت انه الهيئه العليا للانتخابات قالت في بيانها بعد مناشدة السيد الرئيس بأنه إحنا هناخد بأي لقطات فيديو بعد التأكد من صحتها، هناخد بأي صور فوتوغرافية، ودي آلية جديدة وأمور جديدة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة قضائية صرفة يعني، تأخذ بهذه الأدلة أو بهذه الأمور لاتخاذ قرار. رأي حضرتك؟ النهارده حضرتك أنا في صدد انتخابات. النهارده في 2025
النهارده غير معلش الاعوام السابقه. السوشيال ميديا صاحبه الصوت الاعلى، الحاجه الثانيه النهارده والاعلام الالكتروني رقم واحد. النهارده وسعت قانون الهيئه الوطنيه للانتخابات، والقوانين عندنا وسعت من دائره الرقابه على اعمال الانتخابات. بقى في عندي النهارده مندوب لكل مرشح داخل اللجنه، من حق كل مرشح ان يوكل من يشاء من المواطنين وغيرهم، من حقه ياخد بيان بالاصوات الصحيحه ومرشحه حصل والمرشحين طبعا من حقه طبعا. لكن في هنا جزئيه بس حضرتك، النهارده يشترط في حضور ممثل للمرشح في اللجنه، تمام، ومن اجل لابد ان يصوص في الوكاله. انا اسف جدا والله يا دكتور عز الكلام، انا راجل قانوني وبحب اتكلم مع اساتذه القانون، ولكن طبعا دقائق قليله ويتم ضم شاشه قناه الدلتا على المؤتمر الصحفي وبيان ما يتم في اليوم الاول لانتخابات مجلس النواب في المرحله الثانيه، انتخابات مجلس النواب 2025. ولكن لا يتبقى الا كل الشكر والتحيه لحضرتك الدكتور عز ابو ليلى، استاذ القانون المدني بجامعه مدينه السادات. شكرا جزيلا. عايزين على الشكر، وكنا نامل يبقى فيه متسع بالوقت، لكن ان شاء الله متعوضه باذن الله. ان شاء الله سعادتك. مشاهدينا الكرام مستمرين معكم وفي انتظار ضم شاشه قناه الدلتا الفضائيه على المؤتمر الصحفي للهيئه العليا او الهيئه الوطنيه للانتخابات لاعلان سير اليوم الاول لانتخابات مجلس النواب 2025 خلال محافظات او في محافظات المرحله الثانيه. أشكركم شكرا جزيلا، سعدت بوجودي معكم. أشكركم وأشكر الزملاء اللي كانوا معي في كافة المواقع، شكرا جزيلا لكم، ونلقاكم إن شاء الله وزميل آخر يلتقي بكم بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ان شاء الله بعد قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نازلين نشارك في الانتخابات هنا في قرية بالله، لا للمال السياسي لا للتزوير، خصوصا بعد قرارات السيد الرئيس وقرارات اللجنه العليا للانتخابات. وان شاء الله هننتخب اللي مثلنا في مجلس الشعب باذن الله 2025. انزل انتخب اللي يمثلك في مجلس الشعب. الموضوع مش بسيط، قرار السيد رئيس الجمهوريه، الموضوع مش هيبقى فيه اي تزوير ولا اي لعب. الشباب احنا بنحسهم ان هم ينزلوا وينتخبوا، وان شاء الله بالتوفيق وربنا يولي من يصلح. وفعلا احنا نازلين نقول نعم للناس اللي هتمثلنا في مجلس الشعب. عايزين نقول الكل ينزل ويشارك، وان شاء الله الانتخابات نزيهه ان شاء الله بعد القرار الاخير بتاع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وان شاء الله كل واحد برضو يدعم المرشح اللي يمثله. فان شاء الله الكل ينزل يشارك وكل يساهم، ولازم نعرف برضو الدنيا كلها ان مصر بقى فيها انتخابات نزيهه والكل نزل يشارك. والله احنا نازلين النهارده علشان برضه كلنا على قلب رجل واحد، وربنا يولي من يصلح في هذه العمليه الانتخابيه. ان شاء الله لا للتزوير، والنظام القائم كنا بنتمنى من رئيس الجمهوريه كان يلغي القوائم، لا ده ما حصلش. فاحنا عايزين النهارده نشوف القائمه بتاعتنا اللي فيها الاسماء اللي 23 اسم كل حريه وشفافيه ونزاهه. زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني حس ان ممنوع التزوير وممنوع ولا للمال السياسي. طبعا الشباب كله طبعا عايز ياخد فرصه وعايز ينزل يشارك بصوته ويطلب صوته، وطبعا يعني احنا نازلين ندلب صوتنا للشباب، كتله كبيره في المجتمع والحياه قدامهم هم، خصوصا الاصلاحات الجديده والمشاريع الجديده وكل ده جاي للشباب. الشباب هم اللي جايين. طبعا واي مشروعات واي حاجات الدوله بتعملها دلوقتي الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحث على الشباب وبيطور من الشباب وبيعمل كل حاجه. فاحنا جايين النهارده ندلب صوتنا لان وراينا وربنا يولي من يصلح يعني.